اللهم صل على النبي. اهم حاجه واحده واحده كده وعلى مهل. سمي الله. اللهم صل على النبي. مدير بحيره بياكل فيها دنيس بالدود، وقعده حلوه زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين كده بطاطا العالمين. خليك معايا وان شاء الله اللي جاي احلى واكبر. السلام عليكم اخواتنا الصيادين اللي تملي مني ومن قلبي قريبين. احلى 100 مسا عليكم يا رجاله. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. النهارده الاربعاء 24/5/2023. طبعا يا جماعه جينا حاجز العالمين. اول مره اجي الحاجز هنا او بحيرات العالمين، لان في بحيرات بره كتير، بحيرات واسعه يا جماعه، وفي برضه شط للتشويح بالمكن وكده. طبعا يا جماعه الدنيس هنا بيمسك دود النار للاسف، واحنا جايين ما لقيناش دود نار، بس هنا الدنيس بيمسك الدود والخشابي. هنحاولوا كده النهارده ان شاء الله يا جماعه نشتغلوا على البوري والبطاطا بالعجينه على الصلبان. طبعا في بحيرات وقعدات حلوه كتير بره، بس من تربى على شيء شاب عليه. الواحد بيشوف الصلبان بيضعف، فقلت اجي اشوف الصلبان فيها سمك او ما فيهاش. هنجربه في البرك وهنجربه في وش البحر على البوري وعلى البطاطا. النهارده يا جماعه هوريكم طريقه القرمه وطريقه الشغل بالعجينه في الصلبان في البرك وبره البرك. اتمنى من ربنا يكون في سمك واكل ان شاء الله. يعني هي المايه كده كده في الساحل بتبقى فاتحه، السمك متعود على المايه ديت وبياكل فيها. احنا بس نعمل اللي علينا وربنا هيرضينا. وانتظرونا ان شاء الله نجيب لكم حاجه على المباشر. المكان حلو، يعني المكان حلو كقعده، وان شاء الله نشوف السمك نظامه ايه، ويبقى السمك واكل كده ويبقى زي الفل. وهنصور لكم كل حاجه على المباشر. ويلا بينا نشوف طريقه القرمه. النهارده اخواتي وحبايبي شغالين بالبوصه 6 متر النبوله الفرنساوي. بوصه 6 متر، شعر فوق 25 تحت 16، فله صغيره زي ما انت شايف كده. الحجم ده ليها وزنتها تمام. الرصاصه شغالين بسنار 9 امين 421. اتمنى برضو يكون السنار باين. ده 9 امين 421 تمام. طبعا اي حاجه تفوتك في طريقه الربط هنسيبها لك في صندوق الوصف. السهم اللي جنب عنوان الفيديو. الزفر عيش والطعم عجينه. وادي المرام يا جماعه، وادي المايه اللي احنا هنقفوا فيها. ربنا يسهل، بس المرام دي حلوه، ربنا يسهل والسمك ياكل. حاله البحر بحر صغير، ريح منسل من ريح بحري خفيف تمام. حاله البحر فيها هزه بسيطه زي ما حضرتك شايف كده، بحر عدل فيه هزه بس خفيفه، وميه فاتحه طبعا بحكم ان احنا في العلمين تمام. اللي الساحل كله ميته كده. نعمل اللي في الله خير ان شاء الله السمك ياكل. ويلا بينا نجيب حاجه على المباشر على طول. اللهم صل على النبي. طبعا يا جماعه لقيت في حباظلم ياما وبطاطا ياما، فغيرت حطيت شلوت. في بطاطا رفيعه ياما، دي اول واحده يعني ايه مصلحه شويه، وهي مسهل الحال طبعا برده مش كبيره قوي، بس هي مسهل الحال كده. قلت اوريها لكم برده. غيرت السنار وحطيت شلاط بحيث ان مفيش بوري ظهر لسه، وفي بطاطا ياما صغيره على كبيره على وسط، فقلت ايه اغير الشلاط. وخليك معايا طبعا حاطط شلاط تحت ايه رقم 16. خليك معايا واللي جاي احسن واكبر بعون الله. اللهم صل على النبي يا رجاله. بطاطا يا رجاله. طبعا بصور لكم ايه، يعني باخد بطاطا ياما، بس بصور لكم اللي متصلحه زي ما حضراتكم شايفين كده. بطاطا العالمين. وخليك معايا وان شاء الله اللي جاي احلى واكبر. بحاول اصور لك كده ايه اللي متصلحه لحد ما نشوفوا ايه ان شاء الله البطاطا الكبيره تاكل دلوقتي. خليك معايا. ابتدت يا جماعه كده تتصلح شويه. طلع على النبي. طلع على النبي رجاله. بحاول انجز معاك في وقت الفيديو واصور لك الكبيره بس. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بطاطا حلوه يا جدعان اهي اللي اتصلحت. خليك معايا واللي جاي احلى واكبر بعون الله. بطاطايه ثانيه كده يا جدعان اهي. اللهم صل على النبي. بحاول اصلح لكم ايه اللي مصلحه شويه عشان هي صغيره، يعني حتى الان كل الاحجام زي ما انت شايف كده. انا بصور لك اللي يعني اللي ينفع يتصور، لكن في حاجات صغيره خالص يا جماعه بناخده بنرموها كده يعني. يا رب مسهل الحال. كل ده احنا في انتظار البوري طبعا. لو البوري علم علينا هنشتغل عليه على طول بالسنور. احنا شغالين دلوقتي بالشلاط ولسه شغالين بالعجينه. طبعا اخواتي وحبايبي غيرنا المكان، جينا في جنب اللسان اللي احنا كنا واقفين في الراس اللي هناك ديت. لقينا برده حباظلم وبعض بطاطايه كبيره فين وفين، فجينا برده نجربه هنا على البوري في وش البحر زي ما احنا شغالين، او على البطاطا يعني لو حد بالشلاط لحد ما البوري يظهر زي ما قلنا نغيره سلاح. فبرده لقينا نفس النظام. لو وقفنا في مرمى حلو برده المرمى اللي احنا فيه ده يا جماعه، بس للاسف برده سمك رفيع ياما، حباظلم بطاطا رفيعه وبعض واحده، فلعب عيال يعني.
فطبعا ايه زي ما انت شايف كده بطاطا رفيعه، كلام فاضي طبعا، لعب عيال الحمد لله طبعا على كل حال، بس دي بطاطا رفيعه. فاحنا دلوقتي يا جماعه هنغيروا الخطه يعني هنشتغلوا في البرك على البوري. شايفين البركه اللي قدامك دي؟ دي البركه اللي هنشتغلوا فيها. البركه دي مثلا احنا منقينها ضلمه، يعني تحس ان هي كده ايه باينه كل حاجه بميه كاشفه فيها، بس فيها ضلمه من تحت. في المواد الفاتحه ديت تنقي البركه اللي هي ايه غرق وضلمه. تمام. احنا شغالين ببوصه 3 متر، عقل قصيره، سنار 9 امين 421 اللي انا كنت شغال بيه في البدايه. تمام. وادي وزنه الفله، وحاطين فلايه، حاطين الفله يا رب تبقى الفله باينه. حاطين فله طبعا عشان البحر صغير، لما الميه تبقى مفوره جامد في البرك وكده بنحطوا بلحه رفيعه وبنشتغلوا على ايدينا حساس، وان شاء الله نجيب لك حاجه مباشر. بص يا جماعه برضو عشان ايه الناس اللي سالت، الزفر يا جماعه في البرك مش محتاجه زفر ياما. يعني ايه مش محتاجه زفر ياما؟ يعني ما ترميش عيش ياما في البرك، مش مستحب ان انت ترمي عيش ياما في البرك. يعني مثلا بليه زي دي كده ايه، اهم حاجه العيش يتكتب، تقوم جاي رميها ايه، تسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، ترميها كده ايه تنزل. بليه ثانيه وراها ايه، طبعا ده عيش زفر انا محضره في الجردل، ونتوكل على الله اهو. اهو 3 بيل كده ينزلوا فين؟ في البركه اللي هي الضلمه اللي تحت، وان شاء الله نجيبوا حاجه على المباشر يا جماعه. يلا بينا. اللهم صل على النبي. اول سمكه معانا من البرك كده على طول يا جدعان، اول رميه سمكه حلوه برده بالصلاه على النبي. شغل البرك بقى عايز ايه، واحده واحده كده عشان السمكه دي كبيره برده. اللهم صل على النبي، على مهلك وواحده واحده. طبعا انا اشتغلت في البرك بدل البطاطا الرفيعه اللي احنا قلنا عليها. الله اكبر الله اكبر يا رجاله، صلاه على النبي. عايز امتعك واوريك السمكه، صلاه على النبي. ماشي، على مهلك على مهلك. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. اهم حاجه واحده واحده كده وعلى مهلك، سمي الله. اللهم صل على النبي. روح يا جدعان. ماشي، خليك معايا عشان انا رفعتها وانفضها الافق. خليك معايا، هنجيبوا حاجه ثانيه دلوقتي. اخواتنا الصيادين الله كريم، الحمد لله كده خلصنا صيد النهارده الاربع 24/5/2023. زي ما حضرتك شفت كده في الفيديو، السمكه الوحيده اللي جت راحت بتاعت البرك، وهم سرق كبشه البطاطا اللي انت شفتها ديت، واحده واحده متصلحه والباقي كله رفيع. كانوا رزق الغفير الامن اللي واقف على المكان. الحمد لله قضينا يوم زي الفل، رحله جميله يا جماعه للاستجمام، اللي هو ايه اللي عايز تطفي دماغك فعلا. المكان جميل جدا يا جماعه، سواء تشويح من على الشواطئ النهارده، بس ما كانش معانا دود، والسمك هنا بيرغب الدود. شفت الصحبه الجميله طبعا، اخويا حبيبي طبعا محمد سلامه، واخويا برضه سعيد كان منور الدنيا، سعيد خصايه نورت الدنيا يا رجاله. وطبعا اخويا اللي بيصورني اخويا حمزه حبيبي يا حمام. لازم تطلع حمزه. اخويا حمزه طبعا اتشرفت بيك، واخويا حماده اللي بيهرب هناك. نور يا حماده. والله يا جماعه اتشرفت بيكم يا جماعه، والله كان يوم زي الفل. الصحبه الحلوه يا جماعه، والعلمين كلها بحيرات، وفي حواجز صربان زي ما انا قلت لك. واحنا زي ما قلنا نشوف الدنيا ماشيه ازاي، بنطلعوا نقضي يوم مع بعضينا، بنفيد بعضينا، بدل ما احنا بقى كأنك قاعد على القهوه. هي الرحله بتبقى كم معلومات، انا اخد منك معلومات، تديني معلومات عن الصيد، عن فوائد الصيد، احسن من اي حاجه.